صاحبي السعودي قال لي احنا كل يوم بناكل من بره، ما تيجي احنا نعمل الكبسه كده ونشوف هتطلع زي بتاعه المطاعم ولا لا. فروحنا فرع العسيم مول عشان نشتري حاجات الكبسه. اول حاجه هنجيبها بقى لتحضير الكبسه هو الرز، وجبنا بقى اللحمه اللي احنا هنعمل بيها الكبسه، وجبنا كمان جدر الضغط اللي احنا هنعمل فيه الكبسه، وجبنا كمان صلصه، كمان 2 زبادي. وطبعا عشان اكله دسمه بعد الاكل لبن بقى على طول. القدر بتاع الضغط حطينا فيه زيت مع شويه بصل متقطعين، وقلبنا شويه لحد ما البصل يتدبل، وبعد كده غسلنا اللحمه كويس ونزلنا بقى ب3 كيلو ونص لحمه كده في القدر بتاع الضغط بتاعنا. واللحمه كانت لحمه غنم كده، وفضلنا نقلب شويه لحد ما تاخد وش، وبعد كده نزلنا بالصلصه وقعدنا نقلب برده تاني. نيجي بقى لبهارات الكبسه، بهارات كبسه وكمون وملح. بقى هننزل بالميه المغليه. هنخلي الميه المغليه تغطي اللحمه، وبعد كده نقفل الغطا بتاع القدر، نسيب اللحمه بالظبط 25 دقيقه، وبعد كده نفتح عليها كده هنلاقيها استوت. الله تبارك الله. نديها تقليبه، وبعد كده ننزل بالرز بقى بعد ما غسلناه، ننزل بالرز كله كده، وبعد كده نقلب شويه ونقفل عليها الغطا تاني ونسيبهم يستووا تقريبا 20 دقيقه بالظبط. نفتح بقى القدر كده، هنلاقي ما شاء الله حاجه تحفه جدا. اللهم صل على النبي. الرز حبه بحبته كده، واللحمه دايبه حرفيا وطعمها حلو جدا. رهيبه. انما الرز بقى مع الدقوس كان طعمه خطير وعجبني جدا. اللحمه كانت بتسيب من بعضها كده، كانت دايبه خالص.